الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل القرص الفلاحي ان شاء الله. معانا المقادير: معانا كيلو دقيق، كوبايه لبن، كوبايه ميه، نص كوبايه سمنه على زيت، معلقه خميره فوريه كبيره، 3 معالق سكر، ورشه ملح. ان شاء الله هنبتدي بقى الطريقه. احنا دلوقتي حطينا الدقيق وحطينا عليه رشة ملح، حطينا عليه السمنة والزيت وقلبناهم كويس مع بعض. بعد كده ضفنا كوباية اللبن، وكنا واخدين شوية من اللبن حاطين فيه طبعا الخميرة والسكر، وبعد كده ضفناهم على الدقيق وادينا بنضيف في المية. على فكرة يا جماعة، اللي عاوز يحط كل لبن عادي يحط، بس انا بحب احط الاتنين يعني سوا. ضفناهم على الدقيق وادينا بقى بنبتدي نعجن فيهم. معلش لان الجزء اللي فات دوت ما تسجلش. هنعجن فيهم كويس لحد ما العجينة تتلم معانا وتبقى ناعمة. نعجن يعني على قد ما نقدر، واللي ايديها بتوجعها زي حالتي ممكن تعجن شوية وترتاح شوية، ترجع تكمل عجن تاني. وهي على فكرة ممكن ما تاخدش يعني كمية السوائل دي كلها، حسب نوعية الدقيق ممكن تاخد كوبايتين الا ربع ولا حاجة يعني. هنشوف دلوقتي. وده شكل العجينة بعد ما عجناها كويس. هنسيبها بقى ترتاح شوية حوالي 10 دقايق كده، ونغطيها لحد ما ترتاح معانا. وبعد كده هنبتدي بقى ايه نشكلها ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. وكده العجينة بعد ما ارتاحت وادينا قرصناها، هنسيبها برضو حوالي 10 دقايق على الصينية عشان ترتاح وتدينا نتيجة افضل. كل ما سيبناها تتخمر هتدينا نتيجة طبعا افضل. وادينا شكلناها وده شكلها. بعد كده بقى هنخبزها ان شاء الله. وده شكلها بعد الخبز. وانا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.